ان شاء الله النهارده هنتكلم على الستاك ميموري. في البدايه خلونا نتكلم على الميموري لاي اوت ده. اتكلمنا الفيديو اللي فات على الكومبايل تايم والران تايم، وعرفنا لما ندوس رن على الكود بيتحول الى لغه الاله او الماشين كود علشان يتخزن او يحصل له لود في الميموري. المكان اللي بيتخزن فيه الماشين كود ده هو المكان او السكشن ده من الميموري اللي هو اسمه الكود او التكست. طيب، الكود بيكون عبارة عن مجموعة من الفانكشنز. تمام، كل فانكشن عندها مجموعة من الفاريبلز خاصين بيها اللي هما اللوكال فاريبلز، انما ده هو جلوبال فاريبل. الجلوبال فاريبلز عموما بتتخزن في الجلوبال ميموري. تمام كده. طيب النهارده ان شاء الله هنتكلم على الستاك، والفيديو اللي جاي هنتكلم على الهيب والدايناميك ميموري الوكيشن. طيب، اللي انا عايز اقوله بس على الهيب دلوقتي ان هو دايناميك ميموري. بكل بساطة هنعرف نتحكم في الميموري ان احنا نزود السايز او ننقص السايز اثناء الران تايم. طيب النهارده ان شاء الله هنتكلم على الستاك، والستاك بيعمل ايه؟ بيخزن اللوكال فاريبلز بتاعت الفانكشن، مثلا sum دي او الفانكشن مين، وبيخزن ال ال الكول او الفانكشن كول انفورميشن، المعلومات بتاعت الفانكشن كلها، سواء بقى لوكال فاريبلز، ادرس، مش عارف كده. تمام، وهنعرف ده ازاي الستاك بيعمل ده لما نتكلم على اللوجيك بتاعه. نتكلم على الستاك لوجيك. في البداية لو انا عندي ترابيزة عليها مجموعة من الكتب مترصصة فوق بعض، الكتاب الاول، التاني، التالت، الرابع. الترتيب دي او الكتب دي سوري ليها اوردر، ليها نظام معين، ان هو لو انا حبيت اشيل كتاب علشان احافظ على النظام بتاعهم لازم اشيل اخر واحد، صح؟ وبعدها هشيل اللي بعده التلاتة، وهشيل اللي بعده بترتيب. مش هينفع اشيل من تحت، ليه؟ لانه كده الكتب هيختل التوازن بتاعها وهتقع على الارض. هو ده فكرة الستاك. طيب لو انا عندي مجموعة من البوكسز كده، والستاك اتخيلوا هو الترابيزة دي، فعنده اتنين فانكشن بتعمل بوش وفانكشن بتعمل بوب، اللي هي بتحذف يعني. طيب انا لو عايز اعمل بوش للبوكس الابيض عادي اهو، اذا مين هو التوب بتاع الستاك ده؟ هو البوكس الابيض. لو انا عايز اعمل بوش للبوكس الاحمر اذا هيكون هو التوب. في اللحظة دي مش هينفع اشيل البوكس الابيض غير لما اشيل البوكس الاحمر. طيب لو انا هشيل البوكس الاصفر اعمل له بوش، فبرضه التوب هيكون هو البوكس الاصفر. تلاحظ ايه؟ ان انا لما اشيل من الستاك او اعمل بوب هو اخر ايتم تم اضافته. طيب بص كده، last in first out، هو ده بكل بساطة الستاك last in first out، وهو ده الليف. ده بالنسبة للستاك لوجيك. تعال نشوف ازاي بيساعدنا في function call management. لو احنا عندنا ستاك بالشكل ده، ازاي ممكن اكيب تراك البروجرام اكسكيوشن، تنفيذ البروجرام؟ احنا اتفقنا انه الستاك بيخزن الفانكشن كول انفورميشن، وبيخزن اللوكال فاريبلز بتاعه الفانكشن. تمام كده. طيب لو انا عندي فانكشن اسمها ايه، للتبسيط احنا هنسميهم A و B وما الى ذلك، بتروح لفانكشن اسمها B، بتروح لفانكشن اسمها C، بعد كده بنروح لفانكشن D، بعد كده بنروح لفانكشن مثلا F. الخلاصة اللي انا عايز اوصلها لك ان البروسيسور بينفذ هنا. انا عايز اعرف البروسيسور بعد لما يخلص تنفيذ الاف يرجع للسي تاني، فهو مش هيعرف يرجع ينفذ السي غير لو كان حافظ الادرس بتاعها او عارف مكانها في الميموري، والا مش هيعرف. فاحنا لازم نرسم له الطريق ده في الميموري، لازم نحفظه، نعرفه انه في البداية هتبدأ عند الايه، بعدها هتنتقل تروح للبي، بعد كده السي، بعد كده الدي، وهكذا. فاهمين؟ طيب فالمفروض الكلام ده لما كان حصل بقى كان عملنا ايه؟ كان عملنا كده ان كل فانكشن لازم يحصل لها بوش في الستاك علشان اكيب تراك البروجرام اكسكيوشن. فلو انا عندي فانكشن ايه مثلا، فاعمل ايه؟ اول
اول حاجه الفانكشن ايه دي بتبدا تتنفذ، فهنفذ منها كام لاين اوف كود. يعني في البدايه هبش الفانكشن ايه هنا وهنفذ كام لاين اوف كود. عند اللاين ده مثلا البروجرام بتاعي بدا ينده على فانكشن تانية اسمها بي، فهبش الفانكشن بي هنا عشان لما اخلص ارجع للايه تاني. فاهمين؟ طب بعد كده مثلا هروح ابش الفانكشن سي، اعمل كده. هروح ابش الفانكشن دي، بعد كده هروح ابش الفانكشن اف. وانس ان احنا خلاص خلصنا الفانكشن اف done، نفذنا كل اللاينز اوف كود، هنعمل ايه؟ هنبدا نحذف الفانكشن اللي هي اف، احنا محطناهاش اصلا، هنبدا نحذفها من الستاك اهي، تشيل من الستاك علشان التوب الحالي يكون ده، يكون الدي. اصبح الدي هو التوب، فهنفذ الدي done، خلاص نشيلها من الستاك. بعدها هنفذ السي وهشيلها من الستاك، هنفذ الدي وهشيلها من الستاك، هنفذ الاي وهشيلها من الستاك. اصبح الان الستاك فاضي، ده معناه ان انا نفذت كل الفانكشن بالترتيب الصحيح. تمام كده؟ كلامنا على الستاك، اتكلمنا ان هو ليفو او last in first out structure. بعد كده هو limited size. limited size يعني ايه؟ يعني السايز بتاعه صغير، وده معناه هيحصل مشكلة لو زودنا او زودنا فيه كمية من الداتا كبيرة يعني، وبالتالي السايز بتاعه هيخلص. تمام. السايز بتاعه بيكون في السيستمز من 1 ميجا بايت الى 8 ميجا بايتس. طيب الستاك، لو انا عندي ستاك كده وبضيف فيه الداتا او الفانكشن كولز، at some point الستاك ده هيحصل overflow، مش هتعرف تضيف تاني، وبالتالي معنى انه حصل overflow زي ما اتكلمنا قبل كده، ده هيؤدي الى الكراش. البروجرام هيكراش at some point، البروجرام هيكراش. من اشهر الاسباب الاوفرفلو ان انت مثلا تكون عندك كميه ضخمه من البيانات، زي مثلا large array، يكون عندك array ضخمه، وبالتالي هتستغل من الستاك مساحه كبيره، ووارد كمان تستغل السايز كله والبروجرام يكراش، يديك اوفرفلو. زي مثلا عندي انتجر array فيها الكميه دي من البيانات 10 مثلا اس 8 في الستاك، فخلاص كده هيديلك ده ستاك اوفرفلو. كمان فكره الديب ريكيرجن، يكون عندي نفس الفانكشن بتنده نفسها الى ما شاء الله، وبالتالي هيديلك ايه؟ هيديلك اوفرفلو. طيب الستاك بيجرو ازاي؟ الستاك بيجرو داون. كنا اتكلمنا على الحته دي في بدايه الفيديو. ده الستاك عندي، الستاك بالشكل ده. ممكن نعدل الشكل، ماشي. بنمشي من الادرس، اكبر ادرس يعني، وهنا اقل ادرس، اللي هو من الهاي الى اللو. الستاك بيمشي داون كده زي ما انتم شايفين في السهم، بحيث انه الفاريبلز تتخزن مثلا كده. انا عندي الستاك بيخزن اللوكال فاريبلز والفانكشن كولز، فانا عندي مثلا ادي الفانكشن اللي انا بعمل لها كول حاليا اللي هي المين فانكشن. المين فانكشن عندها عندها فاريبل اسمه اكس فهيتخزن كده، عندها فاريبل اسمه واي هيتخزن كده، عندها بوينتر اوف تايب انتجر هيتخزن كده، عندها اس هيتخزن كده. بعد كده اس ده بيروح ينده فانكشن تاني اسمها sum، فانا هفتح فريم تاني للفانكشن اللي اسمها sum اهي. والفانكشن sum دي عندها local variables اتنين بس، عندها x وعندها y. فاهمين؟ اتلاحظ انه الادرسيز، بص كده على العناوين دي، انا طبعها لك اهو. عندك الاكس مثلا الادرس بتاعها اكبر من واي، لو بصيت على الاتنين ادرس دول هتلاحظ انه دي سي، واحنا قلنا انه السي دي اكبر من التمانية. السي اصلا الاي ب10 والبي ب11 والسي اصلا ب12، فال12 اكبر من 8. تمام. وهكذا هنا تلاحظ ان احنا بننقص 4 تمام، عشان اصلا السايز بتاع الانتجر هو 4 بايت. تمام كده. خد اكزامبل كده عشان نفهم الستاك بيمشي ازاي. عندنا هنا فانكشن اسمها المين فانكشن، وعندنا فانكشن اسمها sum. بالمناسبة ده تقريبا نفس الكود اللي كان فوق يعني في اول الفيديو. طيب نبدأ في البداية. لما تدوس ران الاوبريتنج سيستم بيعمل كود للفانكشن مين بطريقة اوتوماتيك. تمام. فاللي حصل دلوقتي ان انا عندي الفانكشن مين هي اللي معمول لها كول، فانا هفتح فريم في الستاك للفانكشن مين، وليكن باي يعني بسايز معين. تمام.
طيب المين دي بتبدأ تتنفذ سطر سطر، فانا هبدأ اخزن فيها الفاريبل اكس. الاكس ده قيمته مثلا ب40، فانا كده نفذت ده. وكمان هنفذ ده، فانا عندي فاريبل كمان واي قيمته بكام؟ بسالب 10. اوكي. طيب بعدها عندنا بوينتر اوف تايب انتجر، فانا عندي بي. البي ده بيساوي ايه؟ بيساوي الادرس بتاع الاكس، فده معناه ان هو بيشاور عليه، اللي هو الادرس ده يعني. تمام كده. طيب واخيرا عندنا variable اسمه s. الاس ده تبع انهي فانكشن؟ تبع المين فانكشن، فده معناه ان انا المين فانكشن هتكون كده. دي كده المين فانكشن فيها variable اسمه s ده ملوش قيمه لسه. ده ده هيروح ينده فانكشن تاني. فانكشن تاني يعني انا وبنفذ اللاينز اوف كود بتاعت المين انتقلت الى فانكشن تانية اسمها ايه بقى؟ اسمها sum. فانا هروح افتح فريم تاني للفانكشن اللي اسمها sum. طبعا ده اتكلمنا عليه من شويه. sum دي عندها كام variable؟ عندها كام local variable؟ عندها 2 local variable. عندها x وعندها integer للواي. طبعا x ده كان جاي اصلا مبعوث كارجيومنت هنا بكام؟ ب40، وده الواي كان مبعوث بسالب 10. صح كده؟ عايزكم تلاحظوا حاجه مهمه، انه هنا خلاص لما انا ندهت على الفانكشن، الستاك عمل كرييت لللوكال فاريبلز بتاعتها، او عمل لها بوش في الستاك بصوره اوتوماتيك بدون تدخل البروجرامر. يعني عمل لها بوش في الستاك، او عمل كل لما انت عملت كود الفانكشن، الستاك عمل بوش للفانكشن بصوره مباشره، عمل الوكيت لكل الفاريبلز اللي فيها بصوره مباشره اوتوماتيك. ودي بيسموها stack allocated variables. stack allocated variables. طيب بكل بساطة لما الفانكشن sum دي تخلص، يعني الفانكشن sum هنا هتعمل return، هترجع لمين؟ هترجع لي ال s. طب s قيمته بكام؟ s قيمته باللي راجع من الفانكشن. طب الفانكشن هترجع كام؟ x زائد y، يعني الفانكشن هترجع 30. فالفانكشن تعمل كده، تمسك ترجع للمين 30 بكل بساطة، وتحذف نفسها. ممكن نصغر شوية، تحذف نفسها كده. تحذف نفسها دي اللي هي تبوب نفسها من الستاك اهو كده. احنا عملنا بوب للفانكشن sum، وبالتالي هنرجع هنا كام؟ 30. كده البروجرام خلص. لسه في سطر اهو. السطر ده بيعمل ايه؟ بيريتيرن، بيخلي الفانكشن تقفل خلاص. ايه يعني عملنا ريتيرن؟ يعني البروجرام يعني سوري، ايه يعني عملنا ريتيرن؟ يعني البروجرام خلص. فبالتالي همسك كل الفاريبلز اللي الستاك عمل لها allocate دي لوحده، هيمسحها لوحده كمان. فهو عمل allocate ودي allocate، عمل allocate ودي allocate اوتوماتيك، صح كده؟ فالستاك بيعمل ايه؟ بيخزن اللوكال فاريبلز بتاعه الفانكشن، وطبعا ده بيكون اوتو مانجمنت او بصوره اوتوماتيك، ان هو عمل ميموري مانجمنت بدون تدخل البروجرامر. تمام كده؟ طيب هنا هنبدأ نتكلم على الفيكسد بريديترمايند سايز. انه الستاك بيكون الفاريبلز اللي بتتخزن في الستاك، سواء اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه ده الكود ده وما الى ذلك، لازم تكون ايه؟ فيكسد بريديترمايند، يعني تكون متحدده قبل كده، السايز بتاعها معروف. وكمان تكون فيكسد. ايه فيكسد بقى؟ الحاجه الفيكسد هي بتفضل على صورتها دايما. الحاجه الفيكسد بتفضل على صورتها دايما. يعني مثلا انا عندي variable integer، الفاريبل ده بياخد 4 بايتس. اثناء البروجرام اكسكيوشن ما ينفعش تقول له والله ده الانتجر اكس ده مثلا بياخد 8 بايت، لا. ليه؟ لانه انت حددته في البدايه ب 4 بايت. فهو ده فكره انه الفاريبل يكون static مش دايناميك، صح كده؟ فدي فكره الفيكسد. البريديترمايند يعني لازم تكون محدده قبل كده. يعني مثلا لو انا عندي array، الاري دي فيها 5 عناصر، فهو الستاك هيبدأ يحجزها عنده ب5 عناصر عادي، ويحط القيم بتوعها 1 2 لحد كام؟ لحد 5، زي ما اللاين ده بيقول كده. الستاك هيحجزها عادي وهيسميها array. طب ليه؟ علشان انت محدد انت عايز كام بايت من البداية. انا عايز array فيها 5 ايتمز، كل ايتم فيه 4 بايت، وبالتالي انا عايز array فيها 20 بايت في الميموري، وبالتالي هيحجز لك ال20 بايت عادي، ال20 بايتس عادي. ولكن
انت ما ينفعش تيجي بعد شويه اثناء البروجرام اكسكيوشن تقول له لا ده الاري دي انا عايزها مثلا تساوي 40 بايت، او مثلا يعني تقلل تزود السايز اللي هو تخليها 40 بايت، او مثلا تقول له لا ده انا محتاجها مثلا 80 بايت، او تقول له لا انا محتاجها 10. فانت ما ينفعش اصلا لا تزود ولا تقلل. ليه؟ لان هي فيكسد. طيب دي فكرة الستاك. طيب لو انت اتعاملت مع الكود ده قبل كده، واكيد لازم تكون اتعاملت معاه، الكود ده بيعمل ايه؟ بيقول ان احنا عندنا variable اسمه n، وعندنا array اسمها b. البي دي السايز بتاعها بيعتمد على n، يعني اثناء الران تايم انت بتدخل انبوت وليكن مثلا 2، فالبي دي السايز بتاعها هيكون 2. طب لو انا دخلت مثلا 3، البي هيكون ب3. فاحنا كده بنغير البايتس اثناء ايه؟ اثناء الران تايم. وانت بتقول ان الستاك ما ينفعش فيه الكلام ده. هو فعلا دي النوع ده من الاريز هو اسمه variable length array. دي بتشتغل شبه الدايناميك. تمام. هسيب لك مقال تقرا عن الفاريبل لينث اري. بالمناسبه هي اتلغت من السي بلس بلس وتعوض بدلها بالفيكتور. لو عايز تعرف فاريبل لينث اري هتبدا تشتغل بالفيكتور. بالمناسبه الفاريبل لينث اري بتتخزن على الستاك. هسيب لك مقالين، مقال بيتكلم على الفاريبل لينث اري، ومقال بيتكلم على هي ليه اتحذفت اصلا من السي بلس بلس. وطبعا ده المشاكل ليها علاقه بالسكيورتي اكتر يعني. في النهايه هنلخص اللي احنا اتكلمنا عليه، ان الستاك هو ليفو او last in first out مانر وليميتد سايز. عشان كده لو احنا عندنا كميه ضخمه من البيانات هنتعلم ان شاء الله الفيديو اللي جاي ان احنا نستخدم البوينترز ونعمل دايناميك ميموري الوكيشن في الهيب علشان نستخدم ميموري اكبر. كمان بيكيب تراك البروجرام اكسكيوشن، بيعرف مين الفانكشن اللي هتنفذ او عليها الدور. وده طبعا بيخلي الاكسس بتاع الفاريبلز في الستاك سريع. ليه؟ لانه السي بي يو عارف الترتيب بتاع الفانكشن ده. الترتيب بتاع الفانكشن مهم. انا عندي فانكشن 1، فانكشن 2، فانكشن 3، فانكشن 4. حاليا السي بي يو متجاهل كل ده، بالنسبه له اللي شغال عليه هو اول واحده بس. فاهمين؟ فالموضوع برضو ايه يعني سريع شويه مقارنه بالهيب ميموري زي ما هنتكلم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. كمان في النهايه الفانكشن كول مانجمنت اللي اتكلمنا عليها من شويه، ان هو بيمانج الفانكشن او بيمانج الميموري اثناء ما هو بيكود الفانكشن. ان هو بيعمل allocate ودي allocate لكل اللوكال فاريبلز بتاعه الفانكشن، فدي بيسموها stack allocated variable. تمام. بس في النهايه شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.